وعشان هي طموحها عدى الحدود، وعشان هي الأمومة في بداية الوجود، وكمنها هي التاريخ من جد الجدود، هي الحياة هي الورود. كان لازم نقدم لهي برنامج يخصها، وبنقول له هو إنه لازم يسمعنا، لكن على الأقل هتفضل حلقتنا لهي وهي بكل الأشكال. إذاعة القاهرة الكبرى من القاهرة. هي وهي هي أزكى من هو، هي أجمل من هو. فترة إذاعية على الهواء لهي وهي. معكم أميرة شايشة. سألنا على صفحتنا على الفيسبوك وعملنا استطلاع رأي ما بين الناس كده، وسألناهم سؤال وقلنا لهم ان في تحديات بتواجهها المرأة في مهن غير تقليدية زي السباكة، السواقة، ضابطة الشرطة، او يعني واحدة من افراد الشرطة، او مهندسة مواقع. كان في 3 اختيارات: هل تتقبلها في بعض المهن وترفضها في مهن اخرى، ولا تتقبلها في كل المهن وتتعامل معها عادي، ولا ما تتقبلهاش نهائي في هذه المهن؟ يا ترى كان رأي الناس معانا ايه؟ طبعا النسبة الأعلى كانت إن الناس هيتقبلوها في بعض المهن وهيرفضوها في مهن أخرى، والمركز الثاني حصل عليه إن هم هيتقبلوها يتعاملوا معاها بشكل كامل، والاختيار الثالث ما حصلش على ولا صوت الحمد لله. يعني في مرحلة وعي اهو بيمر بيها الناس إن لا يعني هيتقبلوها في جزء منها وجزء لا. طب نسمع بعض الآراء كمان. محمد أحمد البولوك كتب لنا وقال: أتقبلها وكذا غالبية المجتمع في مهن كضابط شرطة، مهندسة بالمواقع، سائقة تاكسي تكافح لأجل أسرتها، أما سائقة النقل لا تناسبها ولا أتقبل ذلك، كذلك سباكة، أعتقد صعب أن أنا أشوف سباكة. طب ما هنقولك يا محمد النهاردة يعني هتسمع معانا سباكة معانا هي على تليفون دلوقتي. يا محمد معانا، نقول ألو. الو، أهلا بيكي أم بسمة. ام باسم، أهلا بيكي يا أم باسم. اهلا بيكي. اهلا بيكي معانا على هواء راديو القاهره الكبرى، والناس مش مصدقانا يا ام باسم ان انت معانا النهارده على الهواء. ليه؟ ده انا حتى قدمت، يعني انا قديمه كمان. انت كمان إيه؟ انا عايزه اسالك الاول مهنتك، لما حد بيسالك مهنتك ايه يا ام باسم بتقول لهم ايه؟ هو مش مهنتي دلوقتي، لما حد بيسال على عنوان في المنطقه بيقول له تعرف ام باسم السباكه، انا بقى ايه؟ حد من الشارع اللي بعديها، حد من الشارع اللي قبليها. يعني انت كمان بقيتي علم كده في المنطقه، يعني بيرشدوا الناس للاماكن عن طريقك. الحمد لله. والله في تجار موبيليا عندي في المنطقه يقولوا لي بقى احنا بقالنا 43 سنه هنا ما حدش يعرفنا، ولما جاي اوصف عنوان راح قايل لي ايه ده، هو انت جنب ام باسم؟ قولي لي يا ام باسم، انت في منطقه ايه بتشتغلي سباكه؟ منطقة الدرب الأحمر، ولما حد بيستدعيني في مناطق تانية بروح. يعني انت بتشتغلي في أي منطقة بس مشهورة أكتر، أو انت موجودة متواجدة أكتر في المنطقة بتاعتك اللي هي الدرب الأحمر؟ طبعا الدرب الأحمر، سوق السلاح، والمحل عليه اسمي وزبايني، واللهم لك الحمد. الحمد لله، ربنا يكرمك دايما. أم باسم، عايزة أسمع تجربتك في الأول، يعني في البداية انت بتشتغلي بقالك قد إيه؟ أنا بقالي حوالي 10 سنين دلوقتي. أيوة. بس ما كنتش صبي، ولا كان حد من الأسرة سباك. أنا دخلت دورة وربنا من عليا وطلعت الأولى على الدفعة، لو إني كنت أكبر واحدة في السن. دورة والأولى على الدفعة في مركز تدريبي يعني؟
في مركز تدريب في الدرب الاحمر برضه. طب ام باسم، يعني ليه او اشمعنى اخترتي المهنه دي ان انت تتعلميها ما دام مش ما فيش حد من الاسره بيشتغل في المهنه دي، يعني مش واخداها من خلال الاسره، وكمان رحتي بنفسك وتعلمتي في مركز تدريبي، معنى كده ان انت مصره على هذه المهنه. اشمعنى اخترتي المهنه دي تحديدا؟ لا، لظروف معينه، انا يعني ظروف خاصه بيا، انا حاولت ادور على اي مهنه بعد انفصالي عن زوجي. يعني حضرتك منفصله عن زوجك وعندك اولاد؟ الحمد لله، معايا 3 اولاد و10 11 حفيده اهو الحمد لله. ما شاء الله، ده كمان يعني عندك احفاد، ده حاجه جميله جدا. الحمد لله. لما عيل منهم تاه قالوا له بيقول لها مامتك مين باباكي مين كده يعني. أيوة. قالت له تيتا ام باسم السباكه. ما شاء الله على شهرتك، انت مشهوره جدا، والدليل ان احنا النهارده بنكلمك لانك كنت مشهوره في هذا الوسط. ولما جيت ادور على سيدات بيشتغلوا في مهن غير تقليديه قالوا لي اول واحده هي ام باسم السباكه، يعني انت فعلا معروفه. طب عايزه اسالك، يعني لما حد بيطلبك في شغل يا ام باسم، هل يعني في مشكله في طلبك؟ هل في مشكله في ان انت سيده وبتتعاملي مع في مهنه كلهم ذكور تقريبا؟ يعني احكي لي التجربه دي عامله معاكي ازاي؟ لا الحمد لله رب العالمين، بالعكس انا اكاد اكون يعني انا ما حدش حطها في دماغي، بس انا اكتشفتها بعدين ان انا مميزه. انا مميزه ان الراجل يتصل بيا يقول لي ام باسم العنوان الفلاني، روحي مثلا لو كنت اعرفه يقول لي شوفي المدام عايزه ايه واعمليه، وانا اخر النهار وانا مروح هحاسبك مثلا. ايوه تمام. ستات كتير ادخل عليهم البيوت يبقوا قاعدين براحتهم في الحر اللي احنا فيه ده. اكيد طبعا، يعني انت كمان جميل ان انت بتتعاملي بقى في البيوت براحتك. وهم براحتهم وانا براحتي كمان يعني. بس انا كقصه يقولوا لي يا ام باسم فكي عن نفسك واشتغلي وكده، اقول لهم لا خلاص. انت يا ام باسم المهنه دي يعتبر من المهن الشاقه، يعني بتشيلي معدات تقيله وبتتحركي بيها، ويعني ده ما عندكيش فيه اي مشكله؟ هي المشكله مش في الخامات ولا في الشغل اللي انا بعمله، هي المشكله في العده اللي بشيلها. بالظبط. يعني انا مثلا لو خدت حد معايا باخده لهذا السبب، انه يشيل العده تقيله لوقت طويل. يعني مثلا المشوار اللي انا بروحه، يعني انا بسوق السلاح عشان اروح الفاطمه النبويه مثلا هروح امشي. بالظبط. فبحتاج مثلا عامل يكون معايا يشيل معايا العده لغايه هناك بس. طب ام باسم، ايه اكتر الحاجات اللي بتواجهك دايما في المهنه دي او في الشغل ده شايفاها انه تحدي بالنسبه لك ولازم تواجهيه؟ التحدي انه الحمد لله ربنا من عليا وقدرت اخلي الرجاله تطلع تشتغل معايا مساعد. ده جميل جدا، يعني مش بس انت بتشتغلي في المهنه، لا كمان يعني مساعدين ليكي رجاله، ده شيء جميل قوي. في البدايه ما كانش في راضي، محدش كان عايز يوافق. ايه يا فندم؟ محدش كان موافق يشتغل معاكي في الاول؟ الرجاله بالذات طبعا. ما ازاي يطلع ويكون اللصه بتاع واحده ست. دلوقتي اللي كان بيرضى يطلع معايا بقى كنت بديله اكتر، يعني يمكن انا اللي زودت اليوميه بتاعت العمال، لان اللي كان بيطلع معايا مثلا لو كانت اليوميه كانت 50 كنت انا اديله 60، لو كانت اليوميه بقت 60 هخليها 70 عشان الواد يطلع معايا. طب ايه رايك في بعض، يعني في راي برضو شفناه على الفيسبوك لما نشرنا الموضوع انك هتكوني معانا النهارده، طبعا باختلاف ان هم ما كانوش مصدقين الموضوع، بيقولوا ان الموضوع او المهنه دي لا تتطابق مع انثويه المراه، وشيء مستحيل وصعب ان هم يشوفوا حد بيشتغل في السباكه. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ هي صعب ليه؟ يعني هي مش صعب. هي ايه المشكله في السباكه؟ يعني مثلا تركيب خلاطات، تركيب حوض، تركيب بانيو، مثلا رفع مواسير. ايوه. مثلا الصناعيه الكبار مثلا اللي سنهم كبر ما بينزلش على الحبل، بيجيب حد ينزل على الحبل، ايه المشكله؟ تمام. لو ما كانش فيه حبل وفيه سقاله انا اللي هطلع اشتغل على السقاله، هي برضو مش مشكله. طب المواسير الاول كانت حديد دلوقتي بقت بلاستيك، ايه المشكله؟ اولادك رايهم ايه في الموضوع ده؟ هل كانوا متقبلين الفكره ومشجعينك، ولا كانوا في شويه منهم معترضين؟ لا طبعا في البدايه ما كانوش موافقين ابدا، كانوا كل تفكيرهم ان السباكه دي مجاري. ايوه. فكانوا ازاي ماما بقى مثلا بوضعها القديم بشياكتها برضه كان ليا برستيج على قد يعني. وانت دلوقتي مش شيك يا ام باسم ولا ايه؟ انا اسمع برضه ان انت ما زلتي محتفظه بجمالك وشياكتك.
لا الفضل لله، الفضل لله. هو اللي متعود يلبس الوان متناسقه بقى اكيد بيلبس الالوان متناسقه. يعني محافظه على جمالك وانثويتك برضو، اعتقد يعني المهنه ما اثرتش قوي. لا هي هتاثر عليا في ايه؟ هي مهنه زي اي مهنه، هي مهنه زي اي مهنه. انت كده بتردي على كل الناس المشككين اللي سامعيننا دلوقتي. اصل هو يشك في ايه؟ هي ايه الفرق مثلا بين السباكه والجراحه؟ انا عايزه افهم. يعني الجراحه ما عايزه قلب قوي وعايزه مخ مصحصح وعايزه حب للمهنه، صح ولا لا؟ بالظبط كده. السباكه كذلك. ايه المشكله؟ الترزيه كذلك. يعني الترزيه مثلا عشان تجيب قماش، اي قماش وتفصله حاجه شيك قوي، ما هي برضو بتبذل مجهود وفكر وشطاره. السباكه كده، وخاصه ان هي ما بقتش تقيله زي زمان. يعني احنا دلوقتي بنخلع القديم اللي هو تقيل وبنركب الخفيف البلاستيك. ايوه. فالمهم ان انا افصله ما يعملش عيب للزبون بعد كده. بس شكل كلامك انك محترفه جدا ومتمكنه من الصنعه جدا. هي مش زي ما حضرتك متمكنه كاعلاميه، زي ما دكتور متمكن، زي مهندس متمكن، انا في مهنتي المتواضعه دي برضو ان شاء الله متمكنه. ليه لا يعني؟ ام باسم، بكل صراحه ما تعرضتيش لاي مشاكل او مضايقات من بعض الناس اللي موجودين عموما في حياتنا او في الشارع او في المجتمع، اللي وقت ما بنخرج ممكن يكون في اي مضايقات؟ في برضو في وقت ما انت بتمارسي مهنتك، هل كان في اي مضايقات؟ ولو في، اتصرفتي معاهم ازاي او كان ايه الموقف؟ شوفي هقول لحضرتك على حاجه. قبل المهنه مباشره، يمكن بيوم او في خلال دراستي للمهنه، كان في معاكسات. ايوه. لكن اول ما اشتغلت المهنه ولبست البنطلون والبلوزه والطرحه ما حدش عبرني. انا خسرت كتير معاكسات بسبب المهنه دي. طب شيء جميل، يعني الحمد لله ما فيش اي مشكله. ابدا ابدا. اصل اللي بيبقى واقع مشكله في السباكه بيبقى همه ينقذ نفسه من من العيب اللي عنده. بالظبط، يعني مركزه جدا في الشغل بتاعك، وكمان الزبون مركز في ان هو يخلص من المشكله اللي عنده. بس هو مش مشغول بحاجه ثانيه. طب الحمد لله. ام باسم، انا بحييكي وانتي مثال ونموذج جميل حابين ان احنا نقدمه النهارده في حلقتنا للسيدات الجمال اللي دايما بيتحدوا الصعاب وبيشتغلوا علشان يربوا اولادهم. الحمد لله اولادك بقى متجوزين دلوقتي ومستقرين وبيشتغلوا. ربنا يحفظهم يا رب. الولد طبعا بيشتغل، ولكن البنتين ستات بيوت، وربنا يعينهم على اللي هم فيه ده. طب قولي لي، لو بناتك حبوا يشتغلوا في الشغل ده هتمنعيهم ولا هتوافقي؟ لا بناتي ايه، انا بناتي كل واحده عندها 4 و3 و4 كده يعني. عندهم التزامات اسريه اكبر. الله يكون في عونهم. لكن انا ما عنديش اولاد معايا. طب جميل. لا انا قصدي على المبدأ، يعني لو افترضنا ان هم يعني خلاص الاولاد كبروا ممكن بياخدوا رايك، انت ايه هيبقى رايك في الموضوع؟ الاحفاد بقى. هيبقى ايه رايك في الموضوع لو احفادك البنات او بناتك عايزين يشتغلوا في المهنه دي فيما بعد؟ هيبقى ايه رايك؟ هم الاحفاد دلوقتي انسات صح؟ فاستحاله الانسه بقى هترضى تشتغل في السباكه عشان تتجوز. يعني في بعض القيود برضو نقدر ايه نحطها في مش اي واحده برضو تقدر تشتغل في المهنه دي. اعتقد لا عايزه جراءه وثقه بالنفس جامده قوي. ايوه. انه المهنه دي مش هتعبها في حاجه. بالظبط. لكن الانسات بيفكروا انها هتعبهم. لا احنا عشان كده النهارده في برنامجنا بنقول ان مفيش اي حاجه تعيب المراه في العمل طالما هو عمل شريف وواضح وتقدر تقدم فيه الجهد المطلوب. تعرفي دقيقه حضرتك، انا اشتغلت عند مدرس. ايوه. انا اشتغلت عند مدرس وبنته كانت تقريبا 13 14 سنه. فالبنت كانت مبهوره بشغلي عندهم. وابوها فعلا بجد والله، وابوها اقنعها انها تنزل اشتغلت معايا. نزلت اشتغلت معايا 3 ايام. التاجر اللي انا عرفته لها علشان تروح تشتري من عنده البضاعه، راح التاجر والصنايعيه اللي عنده قعدوا يقولوا ايه، وانت بتشتغلي مع ام باسم؟ هي ام باسم هتعمل فريق حريم؟ هي ام باسم مش عارف ايه. المجتمع لسه فيه مشكله يا ام باسم. ايه يا فندم؟ المجتمع عندنا لسه فيه عنده مشكله في الموضوع ده، علشان كده احنا النهارده بنناقشه. لغايه في بدايه، يعني انا اول واحده في بدايه المهنه، لسه الناس معترضه وبتناقشوا، لكن ان شاء الله انا متاكده في المستقبل انه
هيقولوا ايه؟ ليه لا؟ ليه لا؟ وفي بنت اكيد هتطلع تقول ليه لا. انت تجربه ناجحه في الموضوع، بنبينها لكل المستمعين اللي بيسمعونا يا دلوقتي رب. ان يا رب. السيده قادره على النجاح في كل مجالات العمل، ومنها لله. مهنه جميله ومهنه شريفه زي السباكه، جميله جدا والله، وممتعه. واضح ان انت بتحبيها جدا عن حب، يعني مش مجرد مهنه. ومباسم، انا بشكرك في وجودك معايا النهارده، وان شاء الله اتمنى يا رب النجاح واسمع عنك كل خير. ودايما كده كل اللي يسمعنا يصدق ان فعلا المرأة قادرة على ان هي تقوم بكل الاعمال وكل الاشغال. هما متاكدين من كده. مش عايزين يصدقوا بس. شكرا ليكي يا مباسم على مداخلتك معايا النهارده، شكرا ليكي. اهلا وسهلا. لا هي وهي هي أزكى من هو، هي أجمل من هو. فترة إذاعية على الهواء لهي وهي. معكم أميرة شايشة.